الشاقية جابوه عياني في المستشفى، والمستشفى مليان ناس والاسبيتالي مسحومة، الناس راقدين 2 و3 في السرير. بعدين الشاقية ماسكينها من اكتافهم مدخلينها تسي. الله يا قلبي، الله يا قلبي، الدكتور مسك رقدة مع رباطابي في السرير خلف زي السفنجات في الكيس. بعدين قال لها يا حاجة اللي انت ماسكه ده ما هو القلب، ده اسمه البنكرياس. وخلاها مرة قالت تسوي. الله يا بنكرياسي، بنتها جات دخلت قالت هو ده كلام شنو قاعد تتكلم فيه امي ده؟ الرباطابي رفعت راسها قالت لها جا الحكيم المطموس ده مسكها في اسم خواج مرق. برضه واحد رباطابي حقوا له في راسه، وبعدين الحلاق جديد قدر ما يحق يخط له قطناي، تاني يجرح يخط له قطناي، تاني لا قدام الصفحه دي كلها جرحها ولا قطن، نفض الفوطه وقام. قال له كيف نخلص الراس؟ قال له لا الباقي جاي يزرع فول. الرباطابي زارع عيش، والعيش لبن وبقى سمح وشال شيل تمام، ينسلط الفار فيه بقى يطلع القصبه فوق ويكدب فيها ياكل القندوق كله ينزل. بعدين قام الرباطابي وجه اشتكى لناس الصحه، ضابط الصحه مال العربيه وجاء وشايلين معاون المعدات والسموم. لما جاء لقوا ما في فار، قدروا ما عاينوا للقصبه الساعه 12 بالنهار ما في حاجه، بقى يهرج الضابط ما دردرنا مالك وما خسرنا بنزيم وجايبنا زي الساعه دي وما في فار. والرباطابي اصلا ما تكلم، بس عايل للقصب فوق، يعايل للقصب فوق مع القناديل فوق، بلا شاف له فار مكذب ولا يضنبوا في القصبه وياكل. قال له تعال شوف الطالع ده اللي فوق ده كهربجي. الرباطابي فارش في السوق وعنده جنازير اللات حديد معلقين قدام الدكان اليوم، كله ما في زول يشتري منه حاجه. جا واحد مستهبل كده قال له انت الجنازير ده للبيع؟ قال له لا لشر هنيه بس. الجعل والشايقي ساكنين جيران، وبعدين الله يكرم السامعين ساعد لهم جداد. العصر الجداد يمرق يرعى، ديك الشايقي يزق ديك الجعل لما يدخلوا في البيت. يوم العصر جاء الجعل ماشي ولا شاف الديك جاري ورفيقه زاك كلهم دخلوا في البيت والناس يضحكوا. اول الوطمه وقت في الليل شال عصاته وجا دق الباب للشايقي. الشايقي قال له عليكم السلام، قال له السلام خلوا الفده يا كد عرفت تمرق لنا برا.